كل يوم هتتغدى ايه هتتغدى ايه؟ النهارده قررت ان انا اخد نفسي واروح عند الجزار اجيب كبده كده بلدي بسم الله ما شاء الله، واعمل شويه بتنجان مخلل، وكان الله بالسر العليم حاجه كده تنزل على القلب ما تنزلش على المعده. واحلى ما في الموضوع ان انت هتعمليها النهارده بطعم وريحه العربيات، حاجه كده ايه فاخر من الاخر، زي الكتاب ما قال بالظبط حرفيا، طعمها وشكلها وكل حاجه فيها حلوه جدا. والبتنجان بقى في حته تانية خالص. لايك وشير وكومنت حلو. اول حاجه انا معايا نص كيلو من الكبده زي ما انتم شايفين، واشتري سكينه جديده، خليني كل يوم اروح اشتري سكينه لغايه مش عارفه بعد كده هقطع بيها مين. المهم انا جبت النهارده كبده شرايح، مش عارفه ليه غلبت نفسي، يعني ما انا كنت ممكن اجيبها اسكندراني وخلاص وامري الى الله، بس ما يجراش اي حاجه، انا قلت اجرب السكينه. قطعتها بقى كده اهوت، مش عايزاها عصافير قوي، انا عايزاها متوسطه زي ما انتم شايفين. اقطعها بطريقه عشوائيه جدا كده لغايه لما اخلص الكميه كلها. وبصراحه ما شاء الله السكينه كانت مساعداني جدا. انا دايما بحب اقطع الكبده بالمقص، بتبقى اسهل لي كتير جدا. قطعنا بقى الكبده الامر وخلصناها زي ما انتم شايفين، طبق نضيف، وهقوم منزله فيه الكبده بتاعتي كده على جنب. خلصنا كده نجيب بقى بصلتين كده اهوت، وقطعتهم بالسكينه نفس ذات السكينه الجديده، ماشي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. وبعد كده هنزل عليهم بشويه من الزيت، واسيبهم بقى ياخدوا ويدوا بشكل ودي. انا هنا مش عايزه البصل ياخد لون بني، في نفس الوقت مش عايزاه يبقى فاتح. ليه بقى؟ لان دي التركايه اللي بتخلي البصل ينزل الصوص بتاعه كده ويسكر لك الكبده من غير ما تكوني انت عارفه ايه اللي مسكرها كده. تمام. خدت لون كده اهوت، قمت حاطه الكبده بتاعتي على طول. وبعد ما تحطيها تقليبه خفيفه جدا كده عشان ما تتهريش معاكي، وسيبيها بس لمده دقيقه. هتكب الميه بتاعتها كده، وتيجي بقى تشوفيها بعد دقيقه واحده بس، يا دوبك حطيتيها دقيقه هتلاقي بقى لونها اتغير زي ما انتم شايفين كده اهوت. نبدا نحيا بقى شويه كمون وكزبره وفلفل اسود والملح فقط لا غير، مش هتحط حاجه اكتر من كده. وقلبي بقى. اول ما تبدا تتقلب وتتشوح معايا كويس جدا، واحس ان ما فيهاش ولا حته حمرا كده زي ما انتم شايفين، شربت الدم بتاعها كده، هكون مقطعه على جنب كده 3 4 5 فصوص من التوم، زائد كام 3 4 5 فصوص كده اهوت من الفلفل الاخضر الحامي والبارد، اللي انت زي ما انت عايزه، الميكس بقى زي ما انت عايزه. وحطي كل حاجه في قلب بعضها كده اهوت. التوم بقى الني لما تحطيه كده مع الفلفل بيدي ريحه للكبده يا نهار ابيض في حته تانية خالص. واسيبها تاخد وتدي كده بشكل ودي على نار هاديه. بعد كده معايا نص كيلو من البتنجان اللي هو الاسود. بصوا بقى، تقدري تقطعي الحته اللي فوق، تقدري ان انت تشيلي بس كده العنقود بتاعها كده اهوت، وتسيبيها زي ما هي الشكل المتاح معاكي واللي تحبيه اشتغلي بيه يا ست البنات. هفتحه كده اهوت فتحه بسيطه من النص كده، هخلص كل الكميه اللي معايا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. هو انا كنت سايباه بصراحه في التلاجة بقاله كام يوم، وحاسه ان هو ايه خلاص جاب اخره وخساره ان هو هيترمي، قمت عاملاه جنب الكبده زي ما انتوا شايفين كده اهو. خلصت الكميه اللي معايا كده، ناخده بقى كده اهوت نقليه، ربنا يحسن ما بين ايديك ان شاء الله. اتقلى معايا بقى كده وبقى شكله بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ناشف كده ومخرفش كده وطعمه بجد كان تحفه. خلصت كده اهوت القلي. نعمل بقى ألذ واجمل خلطه، واقل خلطه ممكن تعمليها. زي ما انتوا شايفين هجيب هنا المطحنه بتاعه الخلاط، احط فيها ايه 3 فصوص صغيرين جدا من التوم عشان القولون عندنا بعافيه عدم لا مؤاخذه. تقدري تحطي لغايه راس توم زي ما انت عايزه، وعليها قرن فلفل عادي، انا مش عايزاه سبايسي ولا حاجه لان الواد بياكلوا منه. باجي بعد كده اجيب المطحنه عشان هم شويه صغيرين جدا، وهبدا اضيف عليهم شويه من الكمون ومن الكزبره ومن الملح ورشه بسيطه من الفلفل الاسود وعصير ليمونتين ومعلقه من الخل فقط لا غير. هتاكلي اجمل واحلى بتنجان. ولو عندك حته فلفلايه حمرا خير وبركه، هتودولك في حته تانية خالص. ما عندكيش اشتغلي واعملي زي ما انا عملت كده اهوت بالظبط. خلصت كده هجيب بقى البتنجان بتاعي في نفس ذات الطبق اللي انا اشتغلت فيه. انا مش هوسخ مواعين كتير، الجو نار. وبصوا يعني الحمد لله كفايه قوي ان احنا بنغسل مواعين 200 مره في اليوم. تمام زي ما انتوا شايفين. هنجيب بقى كده البتنجان مستوي عامل ازاي يا نهار ابيض، لوز العنب. نحط القليله من الخلطه ونقفلها كده اهوت زي ما انتوا شايفين. هحط في كل واحده القليله من الخلطه لغايه لما اخلص الكميه كلها زي ما انتوا شايفين. هنا البتنجان كان سخن فما كنتش عارفه اتعامل بايدي. انا عامه بحب اشتغل بايدي جدا، ما بحبش اشتغل شغل المعالق والحاجات دي، ما بيمشيش معايا. خلصت كده اهوت البتنجان ما شاء الله. نجيب بقى طماطميه كده، اهم حاجه تظبيط الشغل. بصوا هنقطعها كده اهوت بطريقه عشوائيه كده، واقوم حطاها جنب ايه في اخر الطبق كده، بتدي لون حلو قوي وبهجه للطبق زي ما انتوا شايفين. في بقى فكره تانية، تشيلي برضو العنقود كده اهوت وتعمليها زي الورده كده. كده دي الطريقه دي احلى لان بتبقى ثابته. بصوا تنزل كده مفتحه ما شاء الله مفرغه زي ما انتوا شايفين. حط عليها بقى شويه دقه من اللي احنا عملناها كده، ويا نهار ابيض على الاكله بجد تحفه.
كيس بقى عيش مفقع كده واديله ادى على الاخر على رأي الست ام خالد. خلصنا غدانا النهارده بسم الله ما شاء الله. حسيت ان هو عايز ايه شكل كده، بما ان انا ما عنديش بقدونس اسكت، لا طبعا قطعت طماطميه صغيره كده وقمت حطاها على الوش كده. ما هو العين بتاكل قبل الفم. خلصت كده وعملت لكم قلب بقى كده. تعالوا بقى نشوف الغدا وجماله. شايفين الكبده؟ يا نهار ابيض على جمالها. طب يا نهار ابيض على ريحتها. احلى ما في الموضوع ان هي مش متقطعه صغيره ولا حاجه، حلوه جدا. تعرفي كده تمسكي الحته باللقمه كده، يا نهار ابيض على الجمال. بس كده الفيديو يكون خلص. لو عجبكم واستفدتوا منه لايك وشير وكومنت حلو. بحبكم في الله، وما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم فيها ايه. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ما تنسوش اللايك يا جماعه كتير كتير كتير، وما تنسوش كده تعملوا شير كتير قوي